حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي الفوز على كهرباء الإسماعيلية بثلاثية مقابل هدفين وديا خلال المباراة التي أشرك فيها المدير الفني للدراويش العديد من اللاعبين من أجل تجهيزهم استعدادا لمواجهة نادي زد في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز المقرر لها 8 مساء يوم الجمعة المقبل. وأحرز أهداف الدراويش الثلاثي محمد عمار وإيريك تراوري، وخط الهجوم نادر فرج. وخاض الدراويش الشوط الأول بتشكيل مكون من في حراسة المرمى عبد الله جمال، وفي خط الدفاع محمد عمار وعبد الكريم مصطفى وعبد الله محمد وحسن منصور، وفي خط الوسط كونتا وعبد الرحمن كتكوت ونادر فرج وإيريك تراوري، وفي خط الهجوم خالد النبريسي. بينما شارك في الشوط الثاني أحمد عادل عبد المنعم ومحمد إيهاب، وغاب عن المباراة محمد خطاري للإصابة، وكذلك مروان حمدي ومحمد نصر للسبب ذاته. وشهدت المباراة حضور مجلس إدارة الإسماعيلي الذي شاهد اللقاء من المقصورة.